شعب لا يهزم، من المسيرة الخضراء إلى معركة النزاهة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ومشاهدة الفيديو حتى النهاية، فكل لحظة فيها تستحق. في لحظات فارقة من تاريخ الأمم تنهض الشعوب لتكتب مجدها بأيديها، لا بالحروب بل بالإرادة والعزيمة. هكذا فعل الشعب المغربي في عام 1975 حين لبى نداء الوطن وسار في المسيرة الخضراء حاملاً المصحف في يد والعلم في الأخرى، ليثبت للعالم أن الحق ينتزع بالسلام لا بالسلاح. نجاح المسيرة الخضراء ملحمة وطنية. كانت المسيرة الخضراء أكثر من مجرد حدث سياسي، كانت ملحمة شعبية شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية متحدين في هدف واحد: استرجاع الصحراء المغربية من الاستعمار الإسباني. لم تطلق فيها رصاصة واحدة، بل كانت صرخة سلمية مدوية أبهرت العالم وأثبتت أن الوحدة من تحرير الأرض إلى تطهير الضمير. اليوم وبعد عقود من تلك المسيرة، لا يزال الشعب المغربي يسير في مسيرة أخرى لا تقل أهمية: مسيرة محاربة الفساد. الفساد عدو خفي ينهش في جسد التنمية ويقوض العدالة، لكن المغاربة أثبتوا أنهم لا يرضون إلا بالكرامة والنزاهة. من خلال الإصلاحات والمحاسبة وتفعيل دور المؤسسات، يواصل المغرب بناء وطن يحتذى به في الشفافية والعدالة الاجتماعية. شعب لا يكل ولا يمل. كما نجح في تحرير الأرض، سينجح في تحرير المؤسسات من كل مظاهر الفساد. فالشعب الذي سار آلاف الكيلومترات من أجل الوطن لن يتردد في خوض معركة الأخلاق والقانون. إنها مسيرة مستمرة، عنوانها: الوطن أولاً والكرامة دائماً. والسلام عليكم وشكراً.